تخيل موبايلك اتفتح قدام حد تاني، كل صورك واسرارك وحساباتك بقت في ايده هو. والاسوأ من كل ده ان انت ممكن ما تحسش باي حاجه. اكبر غلطه الناس بتعملها ان الاختراق ممكن يحصل لناس معينه وانه بعيد عنهم تماما لحد ما يلاقوا نفسهم جوه المشكله الحقيقيه. الهاكر او المخترق مش بيدور عليك كشخص، هو بيدور في الحقيقه على ثغره مش على اسم. زمان كان الاختراق محتاج مهارات كتيره جدا، بس دلوقتي بقى في ادوات جاهزه ممكن اي حد يستخدمها. والخطر ان الهدف مش سرقه مره واحده وخلاص، الهدف الحقيقي ان هو يفضل يبتزك مره في التانية في التالتة. سهل جدا ان هو يعرف تفاصيل حياتك ويستغلها صح، زي اسمك وايميلك ورقمك وحياتك وشغلك، ويوصل لاي حد. بعض الطرق دي بقينا كلنا عارفينها خلاص، انك فجأة ممكن تلاقي جالك لينك فيه عرض او مسابقة او حتى شغل، وهنا بيبقى سهل جدا ان هو يوصل لحساباتك الشخصية او حتى البنكية. او بدل اللينك ممكن تكون تطبيقات تبان انها عادية جدا، زي تطبيقات تعديل الصور المجهولة الغير رسمية، او اي لعبة او برنامج ممكن يتم تحميله على الجهاز من مصادر غير موثوقة. التطبيق بيكون شكله عادي تماما، لكن الحقيقة بيسحب الداتا لجهات خارجية. وطرق تانية زي الحسابات الوهمية أو إيميل التهديد، وممكن فجأة يجي لك إيميل إن تم اختراقك، ونتيجة خوفك وصدمتك ممكن تدفع الثمن لو كنت متسرع. حاجات بقت كتير جدا وبتزيد بشكل يومي، مش بس السوفت وير، كمان الهاردوير. حتى سلك اليو اس بي اللي انت تشحن بيه موبايلك ما عادش آمن 100%. تعال بقى أقول لك إزاي تحمي نفسك من الاختراق. أول حاجة، عشان تحمي حساباتك ما تكررش كلمة المرور لكل الحسابات، بالعكس خليها ميكس ما بين الحروف والأرقام والرموز، وما تقلش عن 12 أو 24 حاجة. ولازم كلمة المرور لكل حساب عندك تكون مختلفة عن الحسابات التانية. وفعل خاصية 2 فاكتور authentication اللي هي المصادقة الثنائية، عشان يصعب على المخترق الحصول على حسابك. حتى لو هو كان عنده الباسورد الخاص فيك، صعب إنه هو يخترقه. ثالث حاجة ودي أهم، ما تشاركش أي كود خاص فيك لأي شخص أيا كان من هو، حتى لو الشخص ده موثوق. دي بعض الخطوات اللي ممكن تساعدك تتجنب الاختراق. لكن لو شاكك ان ده حصل معك وبياناتك اتسربت، يبقى الحل الوحيد هنا الفحص والأمان من خلال شخص مختص. ودي خطوة بسيطة تقدر تبدأ بيها عشان تأمن نفسك. أول حاجة بيتم فحص الجهاز من خلال برامج مخصصة للأمور دي، وبعديها بنراقب النشاط اللي بيحصل على الجهاز سواء من الداتا الداخلة أو الخارجة، عشان نتعرف ببساطة على أي سلوك غير طبيعي والتليفون في حالة السكون. الخطوة اللي بعد كده تأمين حساباتك بالكامل، تحديث وسائل الحماية، تفعيل التوثيق، وربط الحسابات بطرق أمان أقوى عن طريق مراجعة كل التطبيقات الموجودة ومراجعة الصلاحيات، عشان ما يكونش في أي تطبيق واخد صلاحيات أكتر من اللازم. ممكن تكون السبب إن أنت تتعرض لمشكلة زي الابتزاز الإلكتروني أو التشهير أو حتى انتحال شخصيتك. وضروري جدا إن أنت تلتزم بيها، لأن في الواقع ما فيش أي نظام في العالم آمن 100%. دايما في احتمالية لظهور ثغرات جديدة زي زيرو داي فولنربيليتيز، ودي ثغرات بيتم اكتشافها بس لسه ما تمش الإبلاغ عنها. وده بالظبط اللي يخلي إن التأمين مش خطوة، بالعكس ده نظام مستمر. لو تعرضت لأي عملية ابتزاز ما تخافش وما تاخدش أي قرار متسرع، لأن الخوف والتسرع هي أكتر حاجتين بيعتمد عليها المخترق أو المبتز. في النهاية مش شرط إن أنت تكون خبير في الأمن السيبراني، الفكرة بكل بساطة إن يكون عندك الوعي بيه بس. لو حابب تطمن إن تليفونك وبياناتك في أمان، ممكن تتواصل معي في أي وقت.